السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين، ويا رب يعود الأيام علينا بخير وصحة وعافية. تعالوا النهاردة نشوف أسعار الفراخ والخضار ايه. الفراخ النهاردة ب80 جنيه، كانت يوم الجمعة ب75، النهاردة بقت ب80 جنيه. الوراك ب88، الكبد والقوانص ب85، البانيه بقى ب180 جنيه. تعالوا بقى نشوف أسعار الخضار من ساعة ما البنزين غلي والخضار زاد. تعالوا بقى نشوف كده البسلة النهاردة ب20 جنيه اهي. طبعا زادت، هي كانت ب17 جنيه، بقت ب20. الكوسة ب13، انا جبتها منه ب12 جنيه. الطماطم برضو غليت، كانت كيلو ونص ب10، بقت ب8 جنيه. والراجل كمان قال لي ان هي هتزيد ان شاء الله على رمضان. ربنا يبلغنا رمضان يا رب. فانزلي بقى بسرعة كده هاتيلي 5 كيلو صلصة ليهم. هنا الخضرة اللي رابطة بجنيه ونص. تعالوا بقى التوم، طبعا التوم لسه نازل، كيلو وربع ب10، فانا جبت كيلو وربع كده يمشوني على ما ابدا ايه ينشف بقى وابدا اجيب الخزين بتاعي. الفلفل النهارده ب15 جنيه، انا جبت هنا نص كيلو ب7.5. البدنجان الرومي ب10 جنيه. الجزر النهارده ب8، جبت انا هنا نص كيلو ب4. الخيار كان ب12 جنيه. الكرنب هنا النهارده طبعا الكرنب غالي، الكرنبه ب15 جنيه. وطبعا ان شاء الله في رمضان هتبقى الكرنبه، قالوا لي هتبقى ب25 جنيه، فالحقي كده هاتيلك كرنبتين ما كنتش خزنتي. هاتيلك بقى كرنبتين كده وخزنيهم. هنا انا جبت بقى بطاطس. جبت انا كمية هنا هخزنها. الطماطم البطاطس النهاردة كيلو ونص ب10، فانا جبت كمية كده عشان حتى تقضيني في رمضان. تعالوا بقى انا نشوف كده العطارة، جبنا ايه من العطارة. انا بحب اجيب العطارة بتاعتي اول باول، يعني مثلا اسبوعين باسبوعين، يعني ما بحبش اجيب حاجة تقضيني شهرين او شهر، لا، بجيب حاجاتي كده اول باول عشان تبقى ريحتها حلوه. اول حاجة جبت هنا ب5 جنيه بهارات لحمة، جبت ب5 جنيه بهارات فراخ، جبت بابريكا برضو ب5 جنيه. يعني كل الحاجات دي ب5 جنيه، لحمة، بهارات لحمة، بهارات فراخ، بابريكا، كله ب5 جنيه. بالنسبة للفلفل الاسود ما بيدوش اقل من 10 جنيه، فدول انا جبتهم ب15. هنا الكمون جبت هنا ب5 جنيه كمون. هنا جبت بهارات اللي هي ال11 بهار، دول بتوع المحشي، فجبت 2. جبت هنا البهارات الكريسبي ديت برضو ب5 جنيه، ما شاء الله كمية حلوة هي تقضيتي ديت بتاع الفراخ البانيه، هي العيال بيحبوها. هنا جبت برضو خلطة الفراخ المشوية، دي جبتها ب8 جنيه. جبت هنا نشا، النشا دي تقريبا ب10 جنيه. انا بحب اجيب بقى البهارات بتاعتي اول باول. في طبعا بهارات تانية بقى، في كاري، في كركم، طبعا الحاجات دي موجودة عندي. فانا ما جبتش على الحاجات اللي انا محتاجاها بس. يعني انت مثلا لو عايزة تنزلي بقى تجيبي البهارات، تجيبي بقى بهارات لحمة، بهارات فراخ، بابريكا، كمون، فلفل اسود، كاري، كركم، بهارات بصل بودر، توم بودر، كل البهارات دي اللي انت بتستعمليها في مطبخك. يعني حوالي 10 بهارات لازم يكونوا موجودين عندك عشان ما شاء الله تطلعي طبخة حلوة كده للولاد وتعجبهم. كل الحاجات دي اللي انا جبتها النهاردة. ما تنسوش بقى يا حبايبي كده تفضلا منكم الاشتراك واللايك بتاعكم الجميل ده عشان يوصل لكم كل جديد، وعشان القناة ان شاء الله كده تكبر بيكم وبألف هنا. ويا رب يعود علينا الأيام دايما بخير، ويبلغنا يا رب رمضان كلنا كده متجمعين مع بعض وفي ألف صحة وألف خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.